عمرك فكرت تسافر أكتر من 1600 كيلومتر مع عيلتك من ولاية لولاية وفي الآخر تخش بلد تانية كمان وكل ده في ويك إند واحد؟ إحنا عملنا كده الصيف ده، قررت آخد عيلتي في رحلة بالعربية من كاليفورنيا لغاية فانكوفر كندا. عملنا ذكريات كتيرة وفي لحظة غير متوقعة حسيت بامتنان كبير. يلا نبدأ الرحلة. أهلا بيكم في توسس دايري. المرة دي هاخدكم معايا في رحلة طويلة بالعربية من كاليفورنيا لغاية كندا في ويك إند واحد بس. غطينا أكتر من 1600 كيلومتر، وقفنا بمدن كتيرة بحبها، واستمتعنا بجمال الساحل الشمالي الغربي مع عيلتي. اربطوا الأحزمة. بدأنا في ساكرامنتو شمال سان فرانسيسكو، وطلعنا على الطريق السريع I-5 نورث على طول. الطريق ده من أكتر الطرق اللي فيها مناظر متنوعة، من زحمة ساكرامنتو لمناظر الطبيعة الهادية حوالين ريدينج. واحد من أحلى الحاجات اللي شفناها بدري في الرحلة كان جبل شاستا، قمة جميلة مغطية بالتلج وشكلها زي العلامة بتقول إنك ماشي صح. كنا لسه بادئين بس حسينا فعلا بروح المغامرة. بعد يوم كامل من السواقة وصلنا بورتلاند. المدينة دي معروفة بجوها الفني وأكلها الحلو والقهوة الممتازة، وبصراحة بورتلاند استقبلتنا استقبال حلو. قضينا المساء هناك. لو جيتوا بورتلاند لازم تجربوا القهوة هناك. المدينة دي بتعرف تعمل قهوة فعلا. بعد ليلة نوم كويسة كنا جاهزين نكمل رحلتنا شمالا. في اليوم الثاني وصلنا سياتل، مدينة عزيزة عليا. جو سياتل مش طبيعي، طاقة عالية، موسيقى في الشوارع وأبراج المدينة العالية. قضينا فترة الظهر حوالين النيدل تاور، استمتعنا بالجو والموسيقى في كل مكان. سياتل دايما بتبهرني، المدينة غنية بالثقافة، وكان شعور حلو إني أوري المدينة لأولادي. بعد ما خلصنا يومنا في سياتل كنا جاهزين نعدي الحدود وندخل كندا. كنا متفاجئين إن عملية عبور الحدود كانت سلسة وسريعة وخدت أقل من نص ساعة، وفجأة لقينا نفسنا فعلا في فانكوفر بريتش كولومبيا. من أكتر اللحظات اللي مش هنساها في الرحلة دي كانت وأنا بجري في يوم الصبح مع أولادي على طول مارينا فانكوفر البحرية. وإحنا بنجري مع بعض الصبح وبنشم الجو البارد في الصبح، حد معدي قال لي: يا عم أنت عايش الحلم بتاعي، بتجري مع عيالك الصبح. اللحظة دي خلتني أقف وأحس قد إيه أنا محظوظ. كانت لحظة بسيطة، مجرد جري مع أولادي، بس كانت مؤثرة بشكل كبير وعمري ما هنساها. وانا مشغول في الاجتماعات الاولاد قدروا يستمتعوا بفانكوفر. رحنا كمان على فلاي اوفر كندا، تجربة افتراضية مبهرة حسستنا اننا طايرين فوق اجمل المناظر الطبيعية في البلد، من الجبال للانهار. كان الاحساس واقعي لدرجة اننا حسينا اننا شفنا كندا كلها في دقايق. خدنا كمان لحظات هادية مع بعض، أكلنا آيس كريم واستمتعنا بمناظر مارينا فانكوفر البحرية الجميلة. فانكوفر مش مجرد مكان بالنسبة لينا، دي المدينة اللي بروح للشغل عشان أقابل فريقي ونحط استراتيجيتنا مرتين 3 في السنة. توازن الوقت بين الشغل والعيلة هنا كان تجربة مميزة. وأنا في الاجتماعات الأولاد كانوا بيكتشفوا المدينة، وكنت مبسوط إني شايفهم مستمتعين. إنك تلاقي وقت تجمع بين التزامات شغلك ولحظات العيلة دي حاجة صعبة جدا، بس الرحلة دي كانت تستاهل. في طريق العودة لكاليفورنيا كنا بنفتكر الأسبوع اللي فات، الضحك، المناظر، الذكريات اللي مش هننساها. الرحلة دي كانت تذكرة لي بحب السفر، مش بس عشان مكان الوصول لكن عشان التجربة نفسها مع الناس اللي بحبهم. شكرا إنكم جيتوا معانا الرحلة دي. الرحلات زي دي هتشوفوا منها كتير في توسس دايري، قصص المغامرة، العيلة، وشوية إلهام على الطريق. لو عجبتكم الرحلة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات الجاية لمزيد من الرحلات والحكايات من توسس دايري.